ليلها وخنقيت العبرة فرضيها العيد يغبلون، وهي عالرماح الروس تطبها بالخراب شلون. اسنان الرمح ياذيهم لو رديهم ينزلون، يا عمه وخاف عليك وانت بروح خلصانه، يا عمه قول اجيب الروس بالله عاين مكانك، وانت بهالخرايب وين راح يصير صيوانك. يلي موسيد الترباين شتفر شي لاخوانك، واحنا معزز الخطار يم الخيدر لو جانا. زينب ناديت السجار يا عم اطلب من عدانه، ملكت يغبلون الروس الليله تبات ويانا. يا حسين يا حسين يا حسين. حقيقة الإمام زين العابدين هو حفظ الدين بأكمله، وقام بأدوار كثيرة في عصره، منها أنه علم الناس كيف العبادة الصحيحة، وكيف رفض الظلم ورفض بني أمية وبني العباس، وجعل الناس يهتموا بواقعة الطف. الإمام السجاد سلام الله عليه كان له دور كبير في إيضاح أحداث واقعة كربلاء والتركيز عليها والتركيز على الثواب والأجر في إحياء هذه المناسبة العظيمة. ولا ننسى أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأدعيته وبتفرغه في الدعاء وضح الكثير من العقائد المهمة للشيعة. الإمام زين العابدين يعني هو العمود الفقري للمذهب الشيعي، ولولا هو وزينب سلام الله عليه لطمست قضية الحسين أو يعني لما بقيت إلى اليوم. نعم من هذا القبيل. نعم أحسن. فالمهم أنه الإمام عليه السلام امتداد خط النبوات وخط الإمامة وخط الرسالات الإلهية، وضح بالقدرة بالإمكان اللي هو موجود فيه، بالقدرة اللي موجودة بالإمكانيات اللي موجودة، فعلا صار يعني أضاء على معنى إمامة، وربط الأمة بقصة الحسين عليه السلام ربط شديد جدا، وبين بدون أي خوف وملابسات بدليل عقد المجالس والإطعام وحث الناس، وهو مو يتكلم للشيعة. ترى في المدينة مو حاضرة شيعية، المدينة حاضرة مخلوطة فيها ناس يوالوا أهل البيت مثلا المحبين، بس الغالبية العظمى على خط آخر. في السوق يبكي، في كل مكان زي ما قلنا، ما نبغى نعيد الكلام، لكن الممارسات اللي سواها في واقع مجتمعي ما هو يا أهل البيت، يبغى يوضح على أن إحنا الإمامة الحقة يا جماعة، ارجعوا لأصولكم، ارجعوا لدينكم. سلام الله عليه يوم ولد ويوم مات. يا عمه وخاف عليك وانت بروح خلصانه، يا عمه قول اجيب الروس بالله عاين مكانك، وانت بهالخرايب وين راح يصير صيوانك. يلي موسيد الترباين شتفر شي لاخوانك، واحنا معزز الخطار يم الخيدر لو جانا. زينب ناديت السجار يا عم اطلب من عدانه، ملكت يغبلون الروس الليله تبات ويانا. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. قالت لا يا بعد اهلي لاخواني خطاري خرابه، واخوتي يدرون هاي الدار مو داري، امد روحي وساد لهم ورشه بدمعي الجاري، وخليش ما يدق قلبي يقلهم هلا بليانه. قالها لو فرضنا الروس عندك باتا والليله،
عمه ما تقلي ليش راح يصير بالعيله، بيجش يظل من الحيل وحملك ياهو ويشيله، وانا من الجامعة مدوني عمه حيل تعبانه. زينب ناديت السجاد يا عم اطلب من عدانه، ملكت يغيب لون الروس الليلة تبات ويانا. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. بعد واقعة الطف هو إيصال النهضة الحسينية إلى المجتمع الإسلامي بل إلى العالم، ونشر أهداف ثقافة النهضة الحسينية. وهذا الدور بطبيعة الحال تكفل فيه كل من السيدة زينب سلام الله عليها والإمام علي بن الحسين السجاد، كلا من موقعه. كان في الأسواق يذكر الناس على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام ويبكي. الحفاظ على رسالة أهل البيت عليهم السلام بالدعاء والعبادة وإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام. وكان أيضا له اهتمام كبير في قضية الصحيفة السجادية، والتي اشتملت على أكثر من 54 دعاء ومناجاة للإمام زين العابدين عليه السلام، احتوت على مضامين عالية. وأيضا كانت له رسالة الحقوق، والتي اشتملت على أكثر من 50 حق على عاتق المكلفين وعلى عاتق الإنسان تجاه الله عز وجل، وكان منها أيضا تجاه الوالدين وتجاه الصلاة والصوم والحج ومختلف العبادات. وكان له دور أيضا كبير في قضية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام والبكاء عليه، وإحياء قضية الحسين سلام الله عليه. فسلام الله على إمامنا زين العابدين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حين نتأمل في شخصية الإمام السجاد عليه السلام بعد كربلاء، ندرك أنه لم يكن له دور واحد، بل أدوار متعددة متكاملة، وكلها عظيمة وكلها ضرورية. لكن يبقى دوره في التبيين وكشف الحقيقة هو الأهم والأعمق، لأنه هو الذي حفظ النهضة الحسينية من أن تندثر أو تختزل في مأساة كربلاء. لولا صوته في مجلس يزيد وخطبه في الكوفة والشام وبكاؤه الصادق الهادف لربما نسيت كربلاء. لكن الإمام السجاد عليه السلام جعل من التبيين عقيدة، ومن الوعي ميراثا، ومن الدموع طريقا للبصيرة. فكلما ذكر الإمام الحسين فاعلموا أن خلف الذكرى عقلا ووعيا ودمعة، كلها من غرس الإمام السجاد عليه السلام. فسلام على الإمام السجاد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وعظم الله لنا ولكم الأجر في مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ردت بروحي بس ما حوصل بيدي، تكظن وصيت ابوك حسين وقلب تفور نيرانه، قلب من المصيبة يفور يا عمه يطق صبري، عساني متت قبل امي ولا شفت الجار بعمري. مصاب اخوي حسين واهلي وضيعت واسري، شلون بطبيتي للشام واهله وعيد ديوانه. زينب ناديت